يا مساء الفل، ايه الاخبار؟ النهارده معادنا مع ابيسود 7 في السيريز بتاعتنا. هنكمل كلامنا عن الكونتينرز، وهنركز النهارده على داكر. احنا المره اللي فاتت عرفنا فكره الكونتينرز، وقلنا هم ليه موجودين وليه ده اوبشن احسن من الفيرتشوال ماشينز، لان هم لايت ويت اكتر بكتير، كومبوننت اقل، وفي نفس الوقت بيديك نفس في الاخر الاوتبوت ان انا عايز ارن البروسيس بتاعتي او الابلكيشن بتاعي. طيب احنا بقى بنسمع في حته الكونتينرز دي عن داكر 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 داكر. ايه بقى داكر ده؟ داكر هو تول من الاخر بتخلينا نقدر نستخدم كونسبت الكونتينرز عملي. فاحنا لما نيجي انستول دوكر عندنا، ودوكر ده مجموعه من التولز كده بقدر بيها اعمل بيلد الكونتينر، اقدر اعمل له رن. بس اندر ذا هود هو دوكر ايه الحاجه اللي جواه مخليه قادر يعمل كده؟ هي الكيرنل فيتشرز اللي جبنا سيرتها المره اللي فاتت، وهي فكره النيم سبيسز والسي جروبس، اللي بيها الدوكر بيقدر يقوم كونتينرز isolated processes مالهمش علاقه ببعض، بيستخدموا ريسورسز، كل واحد بريسورسز بتاعته منفصله ملوش علاقه بالتاني. فده لما بيحصل لما بعمل دوكر ران، هو بيقوم isolated linux process using الفيتشرز بتاعت كيرنل اللي احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت. ريمايندر كده سريع عن التو فيتشرز دول. كونسبت النيم سبيسز ده بالنسبه لنا اللي هو الايزوليشن، ده اللي بيه بقدر اتحكم البروسيس اللي انا بعمل لها ران دي شايفه ايه، شايفه انهي نتورك انترفيسز، شايفه انهي يوزرز، لان انت بيبقى في يوزر ليه اكسس كمان على البروسيس دي. فاحنا بتقوم الكونتينر بتاعك، ودوكر بيساعدنا على ده، بتقومه في ايزوليتد انفايرمنت ليه الحاجات اللي هو يقدر يشوفها بس. حته السي جروبس فكرتها هي ريسورسز ليميتس، اللي هو هي البروسيس اللي انا بقومها دي ليها قد ايه سي بي يو ميموري، علشان ما تاخدش زياده عن كده من الهوست ماشين، من الكمبيوتر بتاعي اللي انا برن عليه الكونتينر ده على الماشين بتاعتي. فهي دي الحاجات اللي الدوكر او فكره الكونتينر ران تايمز بتلعب بيها علشان توصلنا للاوتبوت اللي احنا بنتكلم فيه. فاحنا هنجرب نعمل اكزامبل ونمشي في السيكونس بتاع ان انا بستخدم دوكر، ازاي بستخدمه، وازاي بقدر اوصل وفاليديت ان انا قدرت اوصل ان انا عملت ران وبيلد الكونتينر عندي على الماشين. فتعالوا كده هفتح معايا في اس كود ونشوف الاكزامبل ده عملي من هناك. اوكي، احنا هنا في فيجوال ستوديو كود انا عملت a very simple Python server بيأكسبت ترافيك على بورت 8000 HTTP ترافيك. ماشي، ولو عايزين نجرب نرنه يعني لوكال من غير دوكر لسه، ممكن نرنه كده بايثون app.py، فهو بيسيرف على بورت 8000. اوكي، طيب انا مش عايز ارن بايثون، انا عايز استخدم دوكر ان انا اقدر ارن ده من جوه كونتينر، من جوه كونتينر. فالبروسيس دي هي في ايزوليتد انفايرمنت، ملهاش علاقه باللوكال ماشين بتاعتي خالص، ملهاش علاقه الفيرجن بتاعت بايثون اللوكال اللي عندي، ملهاش علاقه بالديبندنسز اللي عندي لوكال، لا هي انا اللي بقول له يستخدم ايه وفيرجنز كام وهكذا. ودي الباور بتاعت دوكر. فبنيجي نعمل فايل اسمه دوكر فايل بنفس الطريقه دي كده. نمشي كده على سطر سطر هنا. سيمبلي الدوكر فايل ده بيقول ايه؟ الدوكر فايل هو عباره عن مجموعه من الانستراكشنز انا برنها سيكوينشال 1 باي 1 يعني، وفي كل سطر ده بيعمل كوميت لفايل، بيغير في فايل في الاخر، فبيكون حاجه اسمها لايرز. يعني في الاخر الفايل ده، دوكر فايل ده، لما بعمل رن دوكر بيبيلد الايمج، بيبيلد بلو برنت من شكل الابلكيشن اللي انا عايز اعمل له رن. والبلو برنت دي بتفهم دوكر الابلكيشن ده هنعمله رن ازاي، هو محتاج ايه عشان يرن، وايه الكوماند اللي هرنه علشان الابلكيشن ده يشتغل. فبدسكرايب ده في الدوكر فايل ده، وهو ده اللي فيه الانستراكشنز اللي دوكر ران تايم بيمشي عليها علشان يبتدي يكون لي الايمج. والايمج دي هي اللي بقدر بعمل كده، اقدر اعمل منها رن ان شاء الله 20 مره مش مشكله، بس في الاخر بقى عندي ايمج، بقى عندي بلو برنت. فهنا بقول له from Python 3.12 Alpine. فهنا بقول له ايه؟ انا الايمج دي محتاج، انا هعتمد على بايثون، انا محتاج بايثون ران تايم عشان اقدر ارن السيرفر ده. فبروح بقول له هات لي الايمج دي، بستخدم ايمج حد اصلا عاملها،
واحطها عندي في الدوكر فايل بتاعي، فبقول له هات لي البايثون فيرجن دي عشان هستخدمها في الدوكر هنا، دي هتبقى البيز بتاعي. وبسات الورك دايركتوري اسمه اب، ده الدايركتوري اللي انا عايز اشتغل فيه او عايز احط فيه الحاجات بتاعه البروجكت، واعمل كوبي للفايل ده من اللوكال واحطه في الدايركتوري اللي احنا عملناه. فاحنا عملنا دايركتوري اسمها اب، حددناها يعني ان هي دي الدايركتوري اللي انا عايز اشتغل جواها، دي اللي هيبقى فيها البروجكت بتاعي، وعملت كوبي للفايل ده جواها. اكسبوز 1000 دي حاجه فور دوكيومنتيشن بس، ان انا هنا بفكر نفسي لاي حد هيشوف الفايل ده يعني بعد كده ان الكونتينر ده بيرن على بورت 8000، ولكن اللاين ده ملوش علاقه خالص، الكونتينر ده بيرن على بورت كام فعليا، يعني هو دوكيومنتيشن بس. وهنا الكوماند، هنا بقول ازاي اقدر او ايه الكوماند اللي عايز اعمله رن لما الكونتينر ده يستارت. فانا عايز ارن بايثون app.py عشان ارن الفايل اللي انا كاتبه بعد ما يكون ايه اتنقل، فانا بنقل الفايل. فده بيفهمك شويه كونسبت الايزوليتد انفايرمنت، او فكره ان انا بروسيس بقت ايزوليتد، انا اللي محدد البايثون فيرجن ومحدد الفولدر ومحدد انا هعمل كوبي لايه من عندي لوكال للكونتينر ده، وايه الكوماند اللي عايزه يترن. فانت محدد كل حاجه بشكل انستراكشنز بتكون الايمج بتاعتها. طب عشان ابيلد الايمج دي ايه الكوماند؟ هقول له دوكر بيلد وبدي الايمج دي تاج عشان ابقى سيفد بالتاج ده اقدر استخدمها بعد كده، وهسميها simple python server ودوت عشان اقول له الدوكر فايل فين. انا جوه الدايركتري بتاعت كونتينرز 2 في الدوكر فايل هنا، فبقول له دوت بيلد الايمج يا دوكر، بيلد الايمج اللي انت هتلاقيها هنا في الفايل ده في الفولدر ده، وادوس انتر. هنا هو بيبتدي يبيلد اللايرز. طب ليه رنت اسرع شويه؟ لان انا كنت عامله رن قبل كده، ودي فكره او قوه اللايرز، انه لما الدوكر فايل يبقى متقسم بطريقه منظمه ولايرز كده، اللايرز اللي فيها ما حصلش فيها تشينجز، دوكر بيستخدم الكاشد فيرجن بتاعتها، هو مش بيبتدي يجيبها من الاول. حتى بايثون دي نفسها هو بيروح ينستولها اول مره بعد ما بقت عندي على الماشين، هو خلاص هو بالنسبه له هي ما اتغيرتش فانا هستخدمها، فعشان كده حصل بسرعه البيلد. طب لما اجي بغير في الكود، الستيب الوحيده اللي هتتغير دي لان الفايل نفسه اختلف، فالستيب دي هنلاقي ان هو بيكسكيوتها تاني من الاول. فدي الميزه والباور قوي بتاع الدوكر برضو بتبان هنا في حته اللايرز وازاي ده بيكون الايمج اللي بتطلع في الاخر. اوكي طيب احنا كده عملنا بيلد للايمج. اقدر اتاكد ازاي؟ لما اقول له دوكر ايمجز هات لي الايمجز اللي عندك، هتلاقي هنا ادي الايمج هي بتاعتنا اهي، السايز بتاعها 53 ميجا بايت، ده الاي دي وده التاج، هي ليتست، انا ما حددتش قوي دي فيرجن ايه، فهو بيديها الديفولت بتاعها ليتست. طيب عايز اعمل لها رن بقى، فاقول له دوكر رن، وبعد كده بقول له داش بي. ايه فكره داش بي؟ هو دلوقتي الكونتينر ده راننج، هو لسه مش راننج. طيب هيرن، انا عايزه يرن على بورت كام؟ بورت 8000. ليه؟ لان انا محدد وكاتب الكود كده ان هو يرن على بورت 8000، فانا عايزه يرن على بورت 8000. اي بس ليه عامل 8000 هنا مرتين؟ ده مابينج، وهي فكره ان انا عايز افتح الابلكيشن ده عندي. بمعنى لو عملت رن للابلكيشن ده وقلت له بورت 8000 بس، فهو هيرن في الايزوليتد انفايرمنت بتاعته على بورت 8000، بس انا كلوكال ماشين مش هعرف اشوف الابلكيشن ده دلوقتي بيحصل فيه ايه، مش هقدر افتحه عندي انا في البراوزر او اقدر ابعت اي بي ايز للباك اند سيرفر ده. فاللي انا بعمله هنا ده بورت مابينج ما بين الهوست، في اول رقم ده اللي هو الهوست انا عندي عايزه يفتحه على بورت 8000 ولا عايزه يفتح على بورت 8001 براحتي، بس هو نفسه انا عايزه يرن على بورت 8000. فلو عملناها كده 8001 و8000 وقلت له انا عايز ارن اني ايمج بالتاج بتاعها وردوكر رن، هنا هو عمل ايه؟ هنا عمل ستارت لايزوليتد بروسيس وبترن بالريسورسز وبالحاجات اللي انا قايل له عليها، وعشان افتح اتاكد لوكال عندي هفتح البورت ده لوكال. فتعالوا نشوف. طب فتحنا لوكال هوست 8001 هلاقي اهو السيرفر بتاعي شغال دايركت ليستنج فور app.py. يبقى انا الاولاني ده بيحدد انا عايز ماب ده عندنا لايه. يعني لو انا خليتها مثلا زي ما هي كانت 8000 و8000، فانا عايز افتح عندي زي ما هو على نفس البورت اللي هو بيرن عليه.
نيجي هنا ما بقاش فيه 8001، ادي 8000 هلاقيه موجود. فاحنا كده عملنا ايه؟ عملنا بيلد للايمج، عملنا لها رن، وعملنا بورت مابينج عشان اقدر اشوف اللي بيحصل ايه لوكال عندي على الماشين، لان هي في ايزوليتد انفايرمنت. الديفولت انا مش هقدر اشوفها خالص، هي في حته تانية غير اللوكال ماشين بتاعتي، ودي الميزه او الباور بتاع الدوكر. وعملنا لها رن وشفنا ان الابلكيشن بتاعنا شغال. دلوقتي عايز اتاكد ان هي فعلا ايزوليتد انفايرمنت ومش واخده اي حاجه من الهوست ماشين بتاعتي. فتعالى ندخل جوه الكونتينر نفسه، هنكسكيوت في انتراكتيف مود جوه الكونتينر نفسه. بس انا عايز اعرف الكونتينر اي دي الاول. دوكر بي اس بتجيب لي ايه البروسيسز اللي راننج باي دوكر. حاليا مفيش حاجه لان انا عملت له ستوب. فتعالى نعمل له راننج تاني كده، البروسيس راننج، ونفتح تاب تانية ونعمل دوكر بي اس. هلاقي هنا ايه؟ هلاقي هنا في كونتينر راننج، ادي الاي دي بتاعه وادي اسمه، اوكي، وده الكوماند كرييتد من 6 ثواني اب بقاله 5 ثواني، بورت 8000 ومعمول له المابينج. اوكي، بالكونتينر اي دي ده اقدر اعمل اكسكيوت جوه الكونتينر. ناخد الكونتينر اي دي ده واقول له ايه؟ انا عايز اكسكيوت جوه الكونتينر ده وافتح جواه شell. عايز افتح تيرمينال يعني جواه. ليه؟ عشان ابين لك ان احنا لما اخترنا عملنا ورك دايركتوري اب اهو، هو فتح لي على طول على دايركتوري اسمها اب، لان هي دي الورك دايركتوري اللي انا شغال جواها. طب هل جواها اي حاجه من الماشين بتاعتي ولا جواها بس الفايل بتاع الاب دوت باي؟ اتاكد ازاي؟ الس عايز ليست الفايلز اللي هنا، مفيش غير الاب دوت باي. فده بروف انه الدوكر فعلا قايم في ايزوليتد انفايرمنت مالهاش علاقه خالص بالهوست ماشين بتاعتي. وعشان نتاكد ان دوكر لما بعمل دوكر رن هو بي انيشيت بالنسبه لي لينكس بروسيس، اقدر اقول ايه؟ انا عايز اشوف البروسيسز اللي راننج عندي على الماشين، وبالتحديد هات لي الحاجات اللي راننج بايثون. لو جينا هنا نبص هنلاقي الكونتينر بتاعنا او هنلاقي البروسيس بتاعتنا بالاسم بتاعها موجود هنا اهو، هو ده. ممكن نعمل بس زوم اوت كده اهو، simple python server latest، دي بروسيس راننج بايثون على الماشين بتاعتك انت يا ديفيد. اوكي، فده بيثبت لك انه دوكر بيعمل زي ما احنا توقعنا بالظبط، او زي ما احنا شرحنا بالظبط. يبقى احنا عملنا بيلد وعملنا رن ودخلنا جوه الكونتينر، شفنا اللي جواه واتاكدنا ان هو راننج، وفهمنا فكره الدوكر بالظبط ايه الكابابيلتيز اللي هو بيديها لنا. يبقى كسمري كده، دوكر مش بيعمل في ام، دوكر مش بيقوم كيرنل جديد. بالعكس، الكونتينرز كلها اللي بعملها رن على الماشين بتاعتي هي بتستخدم وبترن على نفس الهوست كيرنل بتاعنا كالماشين بتاعتي انا. طبعا ده لو بيحصل على في ام في اي كلاود بروفايدر نفس الفكره. والايزوليشن ده حصل باستخدام النيم سبيسز والسي جروبس اللي احنا اتكلمنا عليهم المره اللي فاتت وجبنا سيرتهم برضو النهارده. اوكي، فده كده اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده. عملنا سمبل بايثون اب، عملنا له باكجينج بدوكر، بيلد وران للايمجز بتاعته، وتاكدنا ان هو في ايزوليتد انفايرمنت، عملنا شويه فاليديشنز بسيطه. فاحنا كده اتكلمنا بشكل كويس قوي عن دوكر. ان شاء الله المره الجايه هنبتدي ندخل في توبكس جديده. خليكوا دايما تيوند كده، تنسوش ايه اللايك والسبسكرايب. حاجه اخيره، معرفش انتوا عارفين ده ولا لا، بس انا كنت شغال على التول دي انا عاملها للمدرسين ان هم يقدروا يعملوا جنريشن لكويزز من الماتيريالز بتاعتهم. الحقيقه ان انا قلت ان احنا تعالوا نجرب ده مع بعض عملي في السيريز بتاعتنا على اليوتيوب. فانا في الاكونت بتاعي على التول دي كويستاند اي اي، وده اليو ار ال quizstand.com. عملت هنا ليرنينج جروب اسمه ديف اوبس فروم زيرو، وحطيت فيه الماتيريال بتاعت النهارده اللي هي الكونتينرز بارت 2 اللي هي عن دوكر. اوكي، وعملت كويز عن الماتيريال دي. فانت لو حد عايز تبقى معانا في الجيرني دي ومركز قوي في السيريز وبتطبق كمان بان انت بتحل كويزز وبتتابع البروجرس بتاعك وعندك اكسس على الماتيريالز اللي احنا بنتكلم فيها كل سيشن هنا على اليوتيوب، ممكن تجوين معانا الجروب ده. طب تعمل ده ازاي؟ سيب لي كومنت على الفيديو بالايميل بتاعك، هبعت لك انفيتيشن، هتعملها اكسبت، تدخل معانا الجروب وتبتدي تشوف الماتيريالز وتحل الكويزز، ونبتدي نتكلم في ايه الحاجات اللي صعبه، الحاجات اللي محتاجين نركز عليها المرات الجايه.
بس كده، سلام.